أحب أشكر البنوتة الصغيرة اللي قابلتها النهاردة واللي غيرت لي نظرتي للحياة وخلتني أعيد حساباتي من تاني. في أغنية كنت بحبها زمان بتقول: يا بنات يا بنات يا بنات، ده اللي مخلفش بنات ما شبعش من الحنية ولا دقش الحلويات. بس بصراحة بعد النهاردة أنا دقت، بس مش الحلويات دي، كانت مرارة العمر كله. المهم بقى نخش في الموضوع على طول. أنا بسبب الأغنية دي لما بشوف بنوتة صغننة بتضحك لي بحس الدنيا لسه بخير وقلبي بيرقص. النهاردة بقى شفت بنوتة عندها حوالي 6 سنين وكانت نازلة بتجري على السلم ولابسه مايو وماسكه البورد بتاع السباحه وشعرها معمول ديل حصان ولابسه النضاره كبيره شويه على وشها الصغنن وشكلها ملاك. ما قدرتش اقاوم جمالها وبراءتها وقلت لها بمنتهى العشم والعفويه: مين السكر العسل اللي بيجري علشان يروح يبلبط زي السمكه؟ بصت لي من تحت لتحت كده وقالت لي: امك يا عمو. انا هنا حرفيا حسيت الدنيا بتسود قدامي والمستقبل بيضيع، وما كانش ليه لزوم بقى تقولي لي عمو احنا نشيل الالقاب. هو عموما انا اللي غلطان برضه، كنت متوقع تقول لي انا يا عمو انا الاموره، اي رد حضاري يا شيخه. ودلوقتي انا اتهزقت جامد وقاعد على السلم زي الطفل اللي اتسحب منه المصاصة وبعيط في صمت.